السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ عائلاتكم، وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتكم المتحدة ووصفة جديدة. كيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا البسطيله ديال الحوت. اول حاجه قبل المقادير، قبل اي حاجه غادي نشوي واحد 3 الفلفلات وجدتهم بشويين، وغادي نوجدوا المرق ديال الكروفيت او ديال السمك، اي سمك عندك. كيف عارفين المرق ديال السمك او ديال الكروفيت كناخذوا غير القشور، ولا كان السمك كناخذوا غير السنسول. كنديروا معاه اطره الماء، كنديروا شويه ديال الثومه، راس ولا 2 طريوس ديال الثومه، شويه الملحه وورقه سيدنا موسى، ونخليوه يغلي مده ديال واحد ربع ساعه. من بعد غادي نصفيه ونحتفظوا به. غادي ندوزو المقادير. غنحتاجو 2 كيلو ديال السمك ابيض، كيلو ديال الكالامار، كيلو ديال الكروفيت، عصير ديال 2 حامضات كبار او 3 صغار، كاس ديال العنبه يعني 180 مليلتر ديال الزيت بلديه والزيت العاديه ديال المائده، هذا الفلفل اللي كنا شوينا. غنحتاجو لواحد 3 المعالق كبار ديال البصل جاف، 100 غرام ديال الشامبينيون نوار، 2 معالق كبار ديال الصوص حاره، و4 المعالق ديال الصوص ديال الصوجا. غنحتاجو ايضا الحامضه مصيره، 200 غرام ديال الفيرميسيل يعني الشعريه الصينيه، 200 غرام ديال الفرماج، اي نوع ديال الفرماج متوفر عندك، و100 غرام ديال الشامبينيون سواء طري او المصبر. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال البابريكا، ومعلقه كبيره سواء الفلفل الحار او اقامه ديال الحوت، لي زيبيس ديال الحوت، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. غنحتاجو واحد قبيطه ديال المعدنوس وراس كبير ديال الثومه. دابا غادي ندوزو للتحضير. اول حاجه غادي ناخذ داك البويون اللي وجدنا وهو سخون طيب، غادي نضيفوا ليه الشعريه الصينيه وغناخذوا شويه منه. غناخذوا الفطر الاسود يعني الشامبينيون نوار، غادي نضيفوا ليه شويه ديال هذا البويون ونخليوه حتى هو حتى يرطب مزيان. غادي ناخذوا الفلفله ديالنا اللي ديجا شويناها، غادي نحيدوا ليها داك اللي الاسود، ديك القشره السوداء اللي تشوات، غادي نحيدوها وغير غادي نمسحوها. ناخذوا الورق ديال المطبخ وغادي نمسحوا به هذيك الفلفله، يعني باش تحافظ لينا بديك الفومي بديك النكهه ديال الدخن. غادي ناخذوا واحد المعلقه ديال الزبده، نسيت ما قلتهاش لكم في المقادير، معلقه كبيره ديال الزبده غنضيفوها لهاد الفلفله اللي ديجا درناها في الاشواغ. غادي ناخذوا اللب ديال الحامضه ونضيفوا لهذيك الفلفله ونطحنوا. طحنا واحد نص طحنه كيف كتشوفوا معايا، وغادي نبداو نضيفوا دابا في باقي المقادير. غادي نضيفوا الثومه. هنا الثومه عندي واحد 2 ريوس ديال الثومه، ضفتهم ثومه كحله، هذه راه صحيه وزوينه اللي عنده متوفره بطبيعه الحال. وغادي نضيفوا التوابل ديالنا كاملين. هنا ضفت الثلثين ديال الزيت وحتفظت بالثلث ديالو. غادي نضيف العصير ديال الحامضه وغادي نطحن كل شيء. نطحن هاد المكونات كاملين حتى يوليو لينين، طحنهم مزيان كيف كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديال العصاره اللي حصلنا عليها. غادي ناخذوا اناء، غادي نديروا فيه هذاك الخليط اللي طحنا، كيف كتشوفوا معايا. وغنضيف هذاك الزيت اللي انا خليت، داك الثلث ديال الكاس اللي ما طحنتش معاه. هنا ضفت الملعقه الكبيره ديال مركز الطماطم، ضفت المعدنوس اللي ديجا هو عندي انا قطعته صغير، البصله،
الجافه. هاد البصله الجافه اللي ما عندوش غادي ياخذ غير البصله العاديه وغادي يشوحها مزيان حتى تشحر حتى تحمر ويضيفها، يشوحها غير بشويه زيت العود. هنا ضفت واحد 2 معالق ديال الخل ديال السيترون، اللي ما عندوش ماشي مشكل حيت ديجا درنا الحامض. هذه الصوجه كيف قلت لكم راني درت 3 المعالق، ولكن غنزيد الرابعه حيت هاد لاصوص كتبغي تكون حامضه. وضفت مشات لي المقطع ديالها، ضفت الصلصه الحاره وغنخلط المكونات كاملين. وكيف لاحظتوا معايا راني ما درتش الملحه، ماشي حيت نسيتها ولكن حيت المكونات كلها اللي فيها الملح. صافي خديت هنا كوكوط ودرت فيها داك الفرخ حيت انا استعملت الفرخ شويه كيشد الطياب. درت ليه الصلصه ودرت واحد الكاس ديال الماء، ضفت ليه 3 المعالق ديال الصلصه ودرت ليه واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء وسديت عليه وخليته يطيب واحد ربع ساعه لان كيشد شويه. هنا خديت واحد المقله درت فيها الكالامار ديالي وضفت ليه واحد 3 حتى 4 المعالق ديال الصلصه حيت الكالامار حتى هو كيبغي الصلصه، كيبغي يكون بنين. وغادي نديرو على نار مهيله، ما غندير لا ما لا والو، ولكن غندير النار مهيله باش يطيب على خاطرو، نغطيه ونخليه يطيب على خاطرو. غندوزو الشكل بالنسبه للكروفيت، غادي ناخذ مقيله وغادي نضيفوا للكروفيت واحد 3 المعالق ديال لاصوص اللي ديجا وجدنا، وحتى هو غنديروه على نار مهيله، ما غنديرو لا ما لا والو. ديجا راكم عارفين ان الحوت كيطلق الماء ونخليوه يتشرب مزيان. هنا الفيرميسيل ديالي هي رطابت كيف كتشوفوا معايا، غادي نصفيوها ونخليوها تنشف مزيان من الماء، ضروري خصها تنشف باش ما تطلقش لينا الماء ملي نكونوا نخلطوا في الحوت. وحنا كنحضروا ضروري خصنا نردوا بالنا الحوت اللي ديجا درناه يطيب، كنحركوه. هذا الكالامار ها هو كنحركوه، هانتوما كتشوفوا راه طلق الماء. ونفس الشكل بالنسبه للكروفيت حتى هو طلق المياه ديالو، غادي يبقى حتى نخليه حتى يتشرب على خاطرو، يخلي لي غير ديك الزويته ديال اللي كانت عندنا ديجا في لاصوص. هنا غناخذوا الشامبينيون نوار اللي ديجا رطبته في ديك البويون اللي كان طايب، وغادي نطحنو باش ما يبقاش باين ليا كحل في وسط البسطيله. نطحنو مزيان. نتوما كيف كتشوفوا معايا راني نيلتو طحن مزيان. وهنا غادي ناخذوا هذيك الشعريه الصينيه من بعد ما نشفات مزيان كيف كتشوفوا معايا، غادي نقطعوها صغار، ناخذوا مقص ونقطعوها. من بعد غادي نضيفوا لها داك الشامبينيون نوار اللي ديجا طحنا، وغنضيفوا ليها القشور ديال الحامضه اللي قطعناهم صغار، وغنضيفوا ليها الشامبينيون اللي مرقد او الشامبينيون طري، يعني ممكن تستعمليهم بجوج. صافي وغناخذوا واحد الطاوه كبيره غادي نديروا فيها هذاك الخليط كله ديال الشعريه والشامبينيون والحامض، وغادي نضيفوا ليه تقريبا الصلصه اللي بقات عندي ضفتها. هذيك الصلصه انا درتها كلها يعني ما شيطش منها، وغادي نخلطوا مزيان هاد المكونات هادو، نخلطوهم مزيان حتى يندمجوا كلهم. وكنأكد على الملح، راني ما درتش الملح لان باش ما تجيكمش مالحه، المكونات كلهم مالحين. هنا كتشوفوا معايا ها الكالامار كيفاش كيتشرب، هو هنا الكروفيت تشرب. معليش غادي نصفيهم مازال، وهذاك لاصوص اللي بقات ليا اللي تصفات غادي نضيفها للفيرميسيل. هنا هذاك الحوت الابيض اللي ديجا درناه في الكوكوط راه هو طاب وفرتته، وكما فرتتوش مرصوات صغار درتو مرصوات شويه كبار باش يبقى باين. انتما كيف كتشوفوا معايا ضفتو الكروفيت وغنضيف حتى الكالامار. ها المرصو اللي خليتهم مرصوات كبار، غنضيف ليهم الكالامار هما ونخلطهم كاملين ونحتفظ بهم جانبا. هنا غادي ندوزو نحضروا الطاوه اللي غنوجدوا فيها البسطيله، غادي ندهنوها بشويه الزبده، دهنوها مزيان بشويه الزبده باش ما تلصقش لينا الورقه.
صافي بعد ما دهنا اللاطه مزيان غادي نبداو نحطو في الورقه. غادي نحطو النص ديال الورقه، خديت هنا الورقه الكبيره، غادي نحطو النص ديال الورقه وسط الطاوه والنص ديال الورقه خارج الطاوه. غنحطو 4 ديال الورقات كيف غتشوفوا معايا، 4 الورقات في الاول، يعني هذوك 4 الورقات النص ديالهم داخل الطاوه والنص الثاني خارج الطاوه. وكنحاولوا نضغطوا على الجوانب باش ما يبقاش لينا داك الفراغ. غنضيفوا ورقه الوسط ديال الطاوه، وكيف غتشوفوا غادي نبدا نضغط على الجوانب باش ما يبقاش ليا داك الفراغ في ما بين الورقه والورقه. ندهنها بالزبده، ندير شويه الزبده لتحت. من الاحسن تكون زبده حيوانيه لان كتعطي واحد البنه زوينه. هنا غادي ناخذ هذاك الخليط ديال الشعريه الصينيه والشامبينيون والحامض، غادي ندير النص ديالو لتحت كيف كتشوفوا معايا، وكنركزوا دائما على الجوانب. هنا غادي ناخذ هذاك الحوت ديالي، غادي نديرو طلقه واحده، نديرو كله في دقه واحده، ولكن في التعمار دائما ركزوا على الجوانب. الوسط حقاش ما كنوصلوش حنا للوسط، ملي كنكونوا ناكلوا الاغلبيه ما كيوصلش للوسط حيت البسطيله عندنا كبيره. غادي نركزوا على الجوانب، نعمروا الجوانب. غادي نضيف هنا شويه الفرماج، بغيتو تضيفوه في هذه المرحله، بغيتو تخليوه حتى الاخر كاع. انا ضفتو شويه في الوسط وعاد غادي نضيفو في الاخر. وغادي ناخذ الباقي ديال الشعريه النص الثاني، وغادي نطلقوا فوق الحوت والفرماج. درت الفرماج ثاني من الفوق كيف شفتوا معايا. هذا الفرماج كيبقى اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ماشي مشكل، غير هو راه كيزيد واحد البنه في البسطيله. صافي وغادي نبدا نجمع الجوانب دوك اللي خلينا على برا ديال الورقه، غادي نبدا نجمع فيهم، وغنحاول ما نخليش البسطيله الحشوه خارجه، يعني نغطي الحشوه كامله غادي نجمعها. كاين اللي كيكثر الورقه، انا نفضل غير هكا ونزيد واحد الوريقات باش نغطي، ما نكثرش الورقه بزاف باش ما تجيناش باش نوصلوا للحشوه خصنا نبقاو نحيدو والله ما الورقه خصها تكون رقيقه. شفتوا كنجمع الجوانب راه ساهله. انا جمعت الجوانب مزيان وغادي ندهن بالزبده. وهذاك الوسط اللي بقى ليا خاوي هانتوما غادي تشوفوا، غادي ناخذ واحد شويه ديال الورقه باش ما نضطرش انني نضيف ورقه كامله باش ما تجينيش البسطيله غليظه. خديت غير مورسو واحد الربع ديال الورقه كبيره ودرتو الوسط. صافي هنا غادي ناخذ شويه ديال الدقيق اللي ديجا انا وجدته، غادي ندهن به الجوانب والوسط ديال البسطيله باش غادي نبدا نغلف باش تلصق لينا البسطيله الورقه على الورقات الثانيين كيف كتشوفوا معايا. غادي نبدا ندخل الورقه من التحت، درت واحد الورقه ديال البسطيله من الفوق وغادي ندخلها مزيان، وغادي نزيد الثانيه باش ندير الجانب الثاني ديال البسطيله. وكيف كتشوفوا معايا راني كنحاول ندخل الجوانب مزيان، كندخلو تحت البسطيله. هنا غنضيف الثانيه، يعني كنزعموا الاولى على واحد الجهه حتى كنغطيوها، وعاد الجهه الاخرى حتى هي كنزيدوا واحده اخرى باش كنغطيو الجهه الباقيه. كيف كتشوفوا معايا حتى هي غندخلها مزيان في الجوانب. وانتم كنركزوا على الحاشيه ديال البسطيله، ضروري خصها تدخل الورقه لتحت باش ما تخرجش لينا الحشوه في الوقت ديال الطياب. صافي هنايا كملت التغلاف ديال البسطيله ديالي، غادي نحاول نثقبها وغادي نردها طيب في فرن ساخن على 180 درجه حراريه بحال اللي غنطيبوا الحلوى. وهذا هو الشكل ديال البسطيله ديالنا بعد ما طابت، كتجي مقرمشه، والاهم انها جات لذيذه واعره.
كندوزو للدريساج، كل وحده كتزوق كيف ما بغات. ما بقى لي غير نودعكم، نتمنى ان تكون الوصفه ديالي راقتكم وعجباتكم، ونتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي في التعليقات كيفاش جاتكم. والى اللقاء في وصفه اخرى وفيديو جديد ان شاء الله.